تحلب ولا تعالى هنا تعالى هنا لا تعالى هنا جاي اصل ده اتشلت والحاجة تتظبط معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص انا صليت على النبي النهارده كده قلت في ناس كتيره ما تقول لي يا ام عمر عايزك انت اللي تحلب. اولا عايزه اقول لكم ان انا بيحت البقره اللي كانت عندي، ثانيا ان انا هحلب لكم النهارده بقره بيت ابويا. ادعوا لي كده بصلاحيه الحال وان شاء الله باذن الله نجيب اللبنات بدل ماما تمسكنا اياها. خلينا نقول على السكر ماما. عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الله وكده. انتوا شايفين المعمل ايه انا محننها كده مدحين. وما تمسكيش اي بقره تحلبيها على طول غير لما تحننيها كده. انت لو ما حننتهاش اللبن مش هيصب وهيبقى مش مرغي، لو مش مرغي يبقى كده ما فيهوش خيار. الخيار اللي هو السمن يا جماعه. صلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا لي كده بصلاحيه الحال واقدر اجيب اللبنات من البقره علشان البقره دي مش مولفه عليا، بس ان شاء الله باذن الله انصفني يا رب. هذا كده ايه ان شاء الله باذن الله اياه. نروح جايبين اللبنيه. بسم الله توكلت على الحي الذي لا ذاك شوش. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي لا اله الا هو الحي القيوم. ارجع لورا اشرقت عشان البقره مش مولف عليا ولا احسن تشلد على راسي. فيها جميل تغيورة اهدي. بسم الله. بص البقره عارفين احنا كده هنشلد جوه بعض وعارفين الموضوع اللي هو يلا يا محمد خليك معايا عشان عايزين نشلد مع بعض. بص يا جماعه عايزين نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. امك وهي رايحه مشوار. امه هي ماشيه رايحه مشوار. بقول لها يا امي اقعدي بسعياتك يا امي احلبي بقراتك يا امي. قالت لما انا مجوزاك ليه؟ معاكي 3 عيال شد حالك وريهن اللي هتحلب ولا مش هتحلب. ما حلبتيش يبقى انت ياه الملوش في المهنه يلعب في الدهنه. انا كده عشان اياه والله كده ما قصرت معاكم والله ما قصرت. صليت على النبي انا بصراحه ربنا كنت ماشيه يعني عند المواشي بتاع بيت ابويا عشان امه بس ما كانتش بتعرف تصور، فهي اللي كانت ما تخش تحلب. لكن والله العظيم يعني الحليب مش صعب وعايز اياه، عايز واحد تكون مش خايفه من المواشي بس. غير كده ربنا هيكرمك والله العظيم. وحتى لو مش عارفه تناول دار تحلبي هتتعلم، وحد مولود متعلم يا ولاد. كلنا هنتعلم وهيرزقنا ربنا هنحلب ونتعلم. والله العظيم يعني انا كنت خايفه من البقره دي بس والله العظيم ايوه شلت علينا شويه في الاول. تسمع الكلام. شايف يا اختي ما تسمع الكلام وشلت علينا كده. بس بركه دول تاني بس برضه لازم تخجليه خوفيه. ما هي انا خافيه هي جو هذا في جو مين؟ جو هالبقرة النهارده ما تقول ده لو الجماعة طلعوا جو هذا تكون في علمك من لبس القلم مش قد اللي ما تجيبهم دم هتيجي تنفخ ما تعمل. بس ان شاء الله باذن الله يا رب حنمك علينا يا غالية وتكمل اللبنات زي ما تجيهم بدل ما نيجي موتني. بصوا لبنات يا جماعة امك كانت البقرة بتملى الحلاب يا هتموت قاسة شايلهم مش شايلاهم هي عارفة الايد مختلفة وما قام مش حنان كل بس هنكالح مع بعض لما نجيب الباقيين. يا اختي انا هسيبك يا حاج. كل شويه هتشلد مش هسيبك اها. بصوا يا جماعه في ناس بتبلتها لبن من اللبن ده كده نحط المحلب عشان ما تزفرش اللبن كله ماشي. وتروح جايبه جايبه الضره او الحلمه وتقرص فيها وتحلبها. صلاه النبي احسن كده عشان ايه؟ ده الضفار ده ولا ايه ده؟ لا الضفار اللي هو ده لما تسحب بالصوابع. شايف على الضوافر ها. ده كانت القباض يعني كده. وذاك تكش كش كش كش. صلي على النبي. اها. ذاك عايز ضرة مليان. ايوه عايز ضرة مليان. بص ده القباض تجيب لو ضرر صغنونة كده زي التاني هنحلبها مع بعض وهنكالح برضه هنحلبها مع بعض. اي نعم هي ما تشلد علينا. لما ترفس ممكن تنطح. انا ونصيبي تشلد علينا هنشلد مع بعض. لكن هسيب هذا فيه دبو
الخالة بتاعتنا كانت مشلد عليها زيادة عن كده وما تعدى عليها تكب المحلب عادي. وش شو عدالك هي تلقاها ما تقول الإدماش مختلفة عن بس يا بص بقى اللبن شايلها في دارتها مش عارفة تحنوا فيه. بص انا بنات مش مرغيين النهارده عارفين لو مرغيين يعني ان هم ايه حناهم لكن النهارده بص لما نجيبهم بعراك اهو. وبص قد كيف اللي امها تبقى مليان محلب لحد هنا دي امها هتنفخني ما تنسيش كلمة امها هتنفخني دي. بس على فكرة يا ام جدعة تقول لك فيكي شرف المحاولة لان انا كنت الصراحة حلبت المواشي بتاعتهم قبل كده برضه غير حاجة بسيط دار واحد او اتنين بالكتير برضه مش واخد عليها ولا هي ولا المواشي واخد عليا ولا انا واخد على المواشي. وبعدين برضه عشان ما احرمش حبايبي من فيديوهات حليب البقرة المواشي ولا خض القربة ان شاء الله باذن الله. انا بص البقرة عارفة اللي تحتيها والله هنحلب ان شاء الله هنحلب وهنصيرنا الابناء. وش يا كلب البقرة عارفة اللي تحتيها عارفة الايد متغيرة بس والله العظيم ان شاء الله باذن الله والله هي حليبها الحمد لله مش صعب قوي بس في حاجة ضرتها ملكلكة. بص البقرة بتاعتها مختلفة شوية بس حلوة يعني الحمد لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عايزاكم يا جماعه تتعلم معايا الحليب على فكره مش اي حد ما يتولد يعني متعلم الحليب مش هيغلبنا ان شاء الله باذن الله. بصي اول حاجه زي ما بدانا كده بالصلاه على النبي وتذكر الله عشان ربنا يبارك لك في مالك وتصلي على النبي وتقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله وتحنن بشويه لبن كده وتجيب اللبن اللي فيها. تمام يا شباب؟ هتعرف الضرة خلصت لبن معاكي امتى لما بصي هنتفرج على اللي فيها لبن واللي ما فيها. دي ايه ملانه شايفه فيها هي دي اللي حلبناها. بص جربت يعني هي ما فيهاش وش بس دو هي وسك دي اللي خلصت فيها حاجه قليله. هو بص البقرة على فكره عارفه الايد غريبه امي ايدها ما تحلب ضفار شويه وجباب شويه يعني يختلف عن ايدينا. فطبعا احنا النهارده اما نكالح وعشان برضه نرضي حبايبنا المتابعين وعشان اللي يسمع الفيديو ما ينساناش بالله يكون اشتراك في القناه ويصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. انا بذكر لك اتمنى الكل بس خايف يشهد علينا بس من طول ما الواحد خاف من المواشي والله ما يحلبها وانا انت النهارده وهنحلب ان شاء الله. امي وهي ماشيه كانت رايحه مشوار. انا خشوها تاني يا جماعه هنا الفكريه لان جوا بص الاضاءه بره حلوه كيف وجوا الاضاءه وحشه مش عارفين نصور كده. اللهم صل على النبي. تاني لا ما تقعدش في الصندوق اوعي يا شوش مش ده عايز يقعد في الصندوق. رجلك تاني بص الليله اللي تحت الساعه حاجه غير لما ادخل شويه التراب دول احط شويه التراب دول تحت رجليها بصي علشان نقدر اياها انا فاتحها. هناخد شويه تاني يا جماعه هنا الفكريه لان جوا بص الاضاءه بره حلوه كيف وجوا الاضاءه وحشه مش عارفين نصور كده. اللهم صل على النبي. اوعى ترجع يا عبد. ندخل فوق لو بح هو يرجع مش عارف يمسك. اوعى ترجع اوعى تنسى اطلع. يعني كيف ذاك لا تتحرك تحتها تقعد تتعافر.
اصل دي مش يعني مش عادله، البقره البكريه دي مش عادله، وخصوصا هي مش مولفه غير برضه على اصحاب البيت. يعني هي ايد غريبه جايها جديد. وبعدين هي ما تعرف الحليب. انا عايزه احط المحلاب واحنا بديها الاثنين، مش عارفه لان خايفه تبو من اللبنات او تدوس عليها. بقى بصي منونة وكيف ده شغل بنوانيه ده حليب. ما تنونوين يا ماما. نونوين يا ماما. وش والله ده الحليب لك فاضي. يشغبوا على الطرحة ويشغبوا في المحلاب، يشغبوا في المحلاب ويشغبوا على الطرحة ولا على النطاق. مركز معانا يا عم محمد ليش؟ وش بص يا جماعة ده الضفارة عشان نقول يعني نقول وراناكم الضفار والجبار. ده الجبار. تعالوا شوفوا كيف. تعالى يا محمد ده الجبار. ده اللي هو على ده الاثنين، قصدي يعني على ايدي كلها كفة ايد. عايزة تتعلم الحليب الجبار دي. ما هو لما تضرك البنونة زي كده لازم تعمل ايه؟ تفهمها بندك عشان تقدر تجيب منها اللبن. لو اتدرس غطتها زي حالات الحاجة دي ممكن تحلبها كده. بس صراحة ربنا الحليب ده عندنا مش سارع قوي. حلو الحليب اللي هو ده. وبعدين انا خايفة تكبر مني محلب بيد واحدة المفروض يعني. بس وش هي معفرة واحدة. ما هي معفرة خيل. احنا عايزين نصور لهم. بسم الله توكلنا على الله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لك الحمد. تصلح حالك ويهديك وتوقف عشان ما تدش علي انا. على فكرة جينا نحلبها قبل ما نفتح الكاميرا. مشت لورا وقدام وخلت تدوس علينا ومش عايزة حد غريب ويشتغل. مش عايزة تشتغل. فيسبوك. فبسم الله توكلنا على الله. حول ولا قوة الا بالله. حاجة فيسك. صالح الحال اصلح حالي. ونسيت ان البقرة دي ما تعوش الا نص اللبن تاكسي تجيب ربع. فيسك. اقعد يا بلا فسقة. تعالى الدجاج شوية كده. فيس. الدرة جاي نوايا يا جماعة. ايه الحسينة؟ كمان هتعض. يا بابا بس. دي ما تتعفرت. ما تقفش في الشباك انت من الصغير. انزل. فيسك. انزل يا عمر دلوقتي. اصلح حالك يا رب. اي بس عاد يا عمر. انا لسانها خشن ونجيت. عامل دهين يا حبيبي. لسانها خشن ونجيت. الحس يا حاج. بس مظبوط. هطلع كسر البروة. لا عوان زط البقرة دي مش واخدة عليها. ممكن تقف عليها فوق موت مش واخدة. انا اقف من الشباك واطلع كده. مش هينفع واصل معايا يا انا كنت ده. على شوفين توسوين يا ماما. على كان نجيب لبن بعد ما نطلعه كده. جوهر. ما قالت هنا بيه. نفوسا. عايزة احط ده كده هنا واحدة بالاثنين. وهنا يا جماعة يكفيني شرف المحاولة ان انا ما جبتش نص اللبنات. يا وسخة. وش بصي بعد ما ننسى نص اللبنات. استنى هنكمل الاثنين اللي من ورا. عدل الاثنين هم هي ما تجيب كوباية ونص كوبايتين مكتر تنكرم يعني مش ما تعمل ده كوبايتين صغيرين كده. هي نورة سوسة. نورة. هندور في الورانيين. تبارك الله اللهم صل على النبي. ما فيك. كل سنة وانت طيبة. ايه هون ما في. ده لازم حلبناهمش وصل واحد. ده هم اياه. ده اللي عايزين ضفار كده. هي سوادة تقول غرزين.
قعدت. ايوه يا غير، في مشوار وجاي، هقول لك لما اطلع. وش ربع المحلاب دمات موتني يا شباب، شايفين؟ بصي هو كده اهوت، يعني خلصنا البقر، بس يعني البقر النهارده ما كرمين، يعني ما قدرناش الا بناكل، بس الحمد لله. يلا موتني يا بدك ما خلصت. لا عاد مش عاملاهم كله. انت مش هتجيب تاني، ما هي مش حنة اصلا. وش خلاص نزلت الثاني قد العيال. ربع محلاب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. عامة أنا عايزة أقول لكم حاجة، اللي مش هجيبه أنا النهاردة تجيبوا أمه بكرة في الصبح. أكفيني شرب المحاولة إن أنا أصلا دخلت وحلبت على فكرة، علشان أنا إياه مش مولف على المواجهة بتاعتها، ولا المواجهة بتاعتهم مولف عليا. ولا حليب شاط طويل. ولا حليب ولا قهوة ولا حليب برضه كده. ده أنا ونون يا ماما قوم يا ماما. لا بوسة قال البيزا اللي بنقعد لها قد الننوسة. نويت البارح لما ناكل